في واحدة من المقابلات السيئة والضعيفة التي لعبها المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب مالي، حينما كان الجميع وجميع المغاربة يترقبون وينتظرون بفارغ الصبر هذه المواجهة، ويقولون سيتحسن أداء المنتخب الوطني المغربي مع توالي المباريات بعد العرض الباهت الذي أبان عليه أمام منتخب جزر القمر. لكنها النتيجة كانت تشفع للمنتخب الوطني المغربي، لكي نقول بأن الأهم كان هو 3 نقاط. لكن اليوم المنتخب الوطني المغربي أبان على ضعف مستواه وعلى المستوى الباهت وعلى انعدام الحلول لدى المدرب، غياب لمسة المدرب، غياب تكتيك، غياب النهج، وغياب الأداء والنتيجة. المنتخب الوطني المغربي الذي كان يرعب العالم اليوم أصبح مجرد رقم خيالي، مجرد فريق عادي جدا وأقل من المتوسط. اليوم أظهر المنتخب الوطني المغربي عن حقيقته، لأن الحقيقة تقول بأن المنتخب المغربي بدون مدرب. إذا أردنا أن نفوز بهذا اللقب يجب أن يتغير المدرب الآن وقبل فوات الأوان. نطالب في وسط هذا الكومبيتيسيون بمجيء طريق سكيتيوي القادر على صنع التتويج بالمغرب، وخا الوقت ماشي مناسب، ولكن كنعرفوا طريق سكيتيوي رجل المحطات الصعبة. الكوت ديفوار دارت نفس القضية في الكان حينما نظمته وغيرت المدرب وسط المنافسة، وكانت النتيجة وهي التتويج باللقب. اليوم وليد الركراكي كان فقط كأنه جمهور. حينما أردنا أن تكون له لمسة غير اللاعبين الذين كانوا يلعبون بقتالية وأظهروا على مستوى رائع، خصوصا إبراهيم دياز، وأدخل أو احتفظ بالصبري واحتفظ بأمرابط، اللاعبان الذين كانوا سيئين كثيرا جدا. أما اليميق حدث ولا حرج، والحاج المزراوي الذي كان له عدة أخطاء بالجملة، وكذلك المدافعين المغاربة الذين ارتكبوا أخطاء عدة، ولولا التحكيم لكانت ضربة جزاء لمنتخب مالي الثانية، ولا كان منتخب مالي يستحق أن ينتصر على المنتخب الوطني المغربي. لكن رغم كل هذا نحن يعني هذه النتيجة في صالح المنتخب الوطني المغربي كي يراجع أوراقه، لأنه حقيقة كنا في حاجة ماسة لمنتخب يقف ندا لند معنا ويظهر لنا أو يكشف الصورة الحقيقية لوليد الركراكي. اليوم ظهر عيوب المنتخب الوطني المغربي، ونتمناو الخير ونتمناو يتحسن الأداء، وخا كنشوف بأن اللقب أصبح بعيدا على المنتخب الوطني المغربي، ولن يقدر أو لن يستطيع أن يجاري منتخبات مثل السنغال ومثل مصر ومثل باقي المنتخبات المشاركة، في الوقت اللي منتخب مالي منتخب ضعيف ومتواضع، ولا يقول أحد بأنه منتخب شرس، لأن شاهدنا منتخب مالي لآخر 11 مقابلة منتخب متواضع وضعيف جدا. المنتخب المغربي كان ضعيفا وليس مالي هو القوي.